بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبابي عندي في قناتي لا كويزين دو لولا حينو. وصفتنا لي نهار اليوم من أروع وأبن ما يكون، نبدأ نشكر فيها من درك ويا ربي نكمل ونوفي حقها. درت لكم فطيرة الجبن الكورية بنينة تسخف مع كامونبير باني وسلطة خفيفة ظريف هايلة وبنينة. هادو المقادير ننتقلوا الى طريقه التحضير بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا رايحين نبداو بالفطيره تاع الجبن تاعنا. تبعوني، هاد الفطيره خفيف ظريف ما فيها والو، فيها غير الفارينه وهذاك الياغورت ناتور. انايا هنايا واش حطيت 6 مغارف كبار بيان بومبي تاع الفارينه منخوله مع 2 مغارف كبار من الزيت العادي. هنا لازم يكون زيت عادي. نضيفوا عليهم هنايا الملح، نملحوا على حساب الكميه تاع الفارينه اللي حطيناها. وهنايا واش رايحين نديروا؟ هنا رايحين نبلوا بالياغورت ناتور، ماناش رايحين نبلوا بالحليب ولا بالماء ولا باي حاجه خلاف. نتوما مثلا ما توفرش عندكم هنايا الياغورت الطبيعي، تقدروا تستبدلوه بالحليب. ما توفرش عندكم الحليب تقدروا تستبدلوه ايضا بالماء، لكن صدقوني البنه تاعها المخيره هي في الياغورت ناتور. دونك انايا واش ندير هنايا؟ نلم العجينه تاعي وانا هنايا قاعده نلمس فيها، لقيتها شويه جاتني يابسه. واش حبيت ندير؟ شتو هذاك من دوزيام بو تاع الياغورت هذاك، رحت نحيت منه قدار ملعقه صغيره كما قاعدين تشوفوا. وهنايا زدت ملست مليح هذيك العجينه تاعي حتى يولي القوام تاعها. هنايا شوفوا القوام تاع العجينه ما يجيش طري خلاص وما يجيش يابس خلاص، يجي بين البينين. نعجنوها هنا ولا ندخلوها في بعضها لمده 4 دقائق، ونحطوها هنايا في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح 20 دقيقه ونوليو ليها. ونروحوا هنايا نبداو نخدموا في الحشو تاع الفطيره تاعنا. هنايا جبت حبه بطاطا وقشرتها ونروح نفورها. شوفوا انايا هنايا كي فورت يعني جاتني قليله حبه، قلت خلي نزيد عليها، درت هنايا 2 حبات كبار. دونك انايا فورتها مليح، درت لها القليل فقط من الملح لانه من بعد راح نزيدو نحطو باقي المكونات، وانا مانيش حابتها تجيني مالحه هاد الفطيره تاعنا. دونك انا واش نديرو هنايا؟ نجيبو هادي اكراس بوم دو تير، ولا تحبوا تسكرفجوها هنا، ولا تحبوا كيما درت معاكم لا بيوري ديروها في المصفات كيما يهوالكم، لكن هنا بشرط انه تكون البطاطا تاعكم شايحه من الماء. نبداو هنايا نخدموا في البطاطا تاعنا. انا هنايا حبيت نعزلها النكهه. واش درت؟ جبت الفرomاج فوندو وحبيت هنايا نحطو مع القليل من البطاطا. هنا ما تحطوهاش كامل، تحطوا قدر فقط واش رايحين تحشيو. انا هذه تكفيني، ويعني هذه بعد جاتني بزاف. دونك هنايا واش درت؟ بواسطه هنايا شوكه قاعده نخلط مليح في هذيك البطاطا حتى تنسجم مع الفرomاج. نروحوا نحطوها على جنب، ونروحوا هنايا نوجدوا لاصوص تاعنا تاع السلطه. هنا راني نخدم كلش اون باراليل، ما تقولوليش يعني يا لولا كي مخلطت لنا الفيديو. حطيت واحد ياغورت ناتور، حطيت عليه ملعقه صغيره من الخل، ما تكثروش الخل باه ما تجيكمش حامضه بزاف لانه بعد حنضيفوا حوايج حامضين. حطيت هنايا 3 ملاعق من الزيت. هنايا الزيت تضيفوا على حساب درجه يعني الحموضه، لا كان عندكم قاصحه نتوما تحاولوا تخفوها بهذاك الزيت. نروحوا هنايا نتبلوا هذيك لاصوص تاعنا. واش حطينا؟ نحطوا شويه من الملح وشويه من الفلفل الابيض. نخلطوا مليح هاد لاصوص تاعنا. شتو هاد لاصوص واحد البنه ما عندي ما نقول لكم، شهيتكم في الجنه. دوك انايا الوصفه تاعي هذه او ديماراج بديت نحكي لكم على البنه، سما ما نجي نخلص ندوي لكم راوسكم حتى ديروها. اذا شوفوا هنايا السلطه تاعي هذه واش فيها؟ خفيف ظريف كيما سبق لي وقلت لكم، فيها حبه خيار وحبه طماطم وشويه تاع الكورنيشون. نجيبوا الحبه هذيك تاع الخيار تاعنا، انا كنت غسلتها مليح مليح لانه هنايا راح نحي القشره، وكما قاعدين تشوفوا هنايا في الصوره نحي جزء وجزء ما نحيش هنا باه تعطي لي هذيك اللمسه ولا هذاك المنظر الباهي للسلطه تاعنا. وهنايا نجيبوا هذا نقشروا به البطاطا تاعنا ولا لي بليشر هنايا ونبداو نديروا هذا الشكل. شوفوا يجي الشكل تاع السلطه تاعنا هذا هايل. كي نوصلوا هنايا للداخل ولا للقلب تاع الحبه تاع الخياره تاعنا نحبسوا، لانه هذه كامله زريعه هنايا نستغناو عليها. انا نقول لكم مانيش حنطيشها، راح نمدها للعصافير تاعي هما ياكلوا الخيار، وانتوما يعني هنايا الا كان عندكم حيوانات مدوها لهم، سينو اي تطايش يعني ما عندكم ما ديروا بها. شوفوا الشكل تاعها كيفاه جا هنايا، جاو يعني وحده بوحده، جاو حايد فيهم شويه القشور وحايد لا. دونك هنايا واش نديرو؟ نروحو نبداو نحطو يعني الحوايج اللي حين يرافقوا هذيك السلطه تاعنا. هنايا عندنا هذا الخيار المخلل في المشرق العربي هنايا، وكما تعرفوا هنايا في الجزائر الكورنيشون. هنايا رايحه نقسمو هنايا دي بتي دي باه نحطوه مع هذاك الخيار ويزيد لنا بنه على بنه.
كما قلت لكم هذه السلطه خفيف ظريف وصيفيه بامتياز. شوفوا هنا فرغتها في الريسيبيون ولا البول تاعي هنايا، وراح نحط عليها هذاك الكورنيشون ونزيد نحط عليها هذيك لاصوص. قلت لكم لاصوص هذه بنينه تسخف، جايه النكهه هذيك تاع الياغورت الطبيعي مع هذيك الخل ومع هذاك الخيار والكورنيشون، عطاتهم بنه على بنه. نخلطوا هذاك الخيار تاعنا هنا، متمالكتش نفسي لانه الريحه طالعه معايا ما شاء الله وطقته وجا بنين هايل هايل. نروحو نبداو نخدمو هنايا في الطماطم تاعنا اللي راح نديرها كقاعده. انايا هنايا حنعطيكم ديكور سامبل فقط هنايا باه نقدموا هاد السلطه تاعنا، لانه انايا هنايا راح نقدمها مع الكامونبير باني. دونك هنايا انا واش درت، قسمت هذه الطماطم تاعي دي غوندال ونروحو نحطوهم يبردوا في الثلاجه باه من بعد نديكوريو بهم. نبداو نخدمو في هذاك الكامونبير باني اللي قلت لكم عليه، يجي تاني ما شاء الله لعشاق الكامونبير كي حالتي انا نموت عليه. نقطه الضعف تاعي هي الكامونبير. شوفوا جبت الفارينه وجبت البيض وجبت لا شابلور هذيك ديجا درتها معاكم في تحضيرات رمضان، دوك نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ضربوا عليها طله، هذيك الشابلور هاي ديجا متبله معايا ومحمصه. دونك هنا واش درت انايا، جبت هنايا حبه من الكامونبير، واش درت لها انايا قاعده نقسم فيها مثلثات كيما قاعدين تشوفوا، ونجيبوا هادو لي بيك تاع الشواء. يعني هذه الطريقه ديجا راهي كاينه وشايعه بزاف في لي ريزو سوسيو، وقلت انايا علاه ما نديرها لكمش اليوم مع احبابي وتهزوا عليا الطريقه. اذا نشوفوا هنايا انا نحتاج غير 5، والباقي هذاك حبيت نحشي به هذيك التخت تاعي تاع الجبن. دونك انا واش راح نديرو، نبداو نخدمو ولا نبانيو في هذاك الكامونبير تاعنا. شوفوا انا حطيته في الفارينه ومن بعد في البيض، هنا حطوهم بالترتيب باه ما تروح لكمش فقط، ومن بعد في لا شابلور. لا حبيتو تزيدوا هذيك الطبقه تاع لا شابلور وتكون عندكم شويه خشينه، واش ديروا، زيدوا تعاودوا ترجعوها في البيض وزيدوا ديروها في لا شابلور، وهكذا دواليك حتى نكملوا كامل الحبات تاعنا. انا الكامونبير تاعي راح نقليه في كاسرول. الكاسرول تاعي هنايا تكون صغيره خلاص، ونعمرها بالزيت نغمرها. علاه؟ باه كي نحط هادوك المثلثات تاعي تاع الكامونبير يغطسوا لداخل وكي يتقلاو لي يجيوني وجه واحد. دوك هنايا فقط فيت في نعتلكم كيفاه كانوا في هذيك الكاسرول، لانه مانيش حنديكم فوق الكويزينير لانه حاجه سهله كيفاه تقليوه. شوفوا هنايا كيفاه هكا غمرته في الزيت. من جهه خلاف بعد ما قليت الكامونبير تاعي واش نروحو نديرو، نشوفوا العجينه تاعنا. شوفوا هنايا خليتها ارتاحت واحد 20 دقيقه الى نصف ساعه، ولات ملساء تماما، يعني ما تعجنوها ما تكسروا ريوسكم معها من اسهل ما يكون. بواسطه الفارينه هنايا نحلوها على شكل دائري. ليبيسور تاعها ولا السمك تاعها هنايا لازم يكون رقيق، لانه هنا الفطيره تاعي مش حنطيبها في الكويزينيير ولا في الفور ولا في الفرن، انا راح نطيبها في المقلاة. وهنايا رحت جبت الحشو تاعي تاع هذيك التخت وبديت نحط فيه. شوفوا هنايا باه نعطيكم الاساس تاع هاد الفطيره الكوريه. هما يديروها لا باز تاعها فرماج وبطاطا مهروسه فقط. لي موديفيكاسيون اللي دخلتهم انايا هنايا متاعي، زعما كيما نقولوها حنايا الوصفه الاصليه راهي قلت لكم جبن وبطاطا مهروسه. شوفوا هنايا واش درت انايا، والفيديو قاعد يشرح نفسه. حطيت طبقه من تاع هذاك الفرomاج تاع لي ساندويتش، وحطيت عليه فرomاج غابي، وزدت عليه شويه كامونبير، وجبت هذيك البطاطا اللي كنت خلطتها مع الفرomاج فوندو وحطيتها. ومن بعد هنايا فوقهم رايحه نجيب هذا اللحم المرحي. شوفوا انا اللحم المرحي تاعي هنايا صوتيته ولدرجه اني خليت له هذيك القرمش، انا نشتيه هكا كي نعود ناكل فيه تعجبني هذيك الريحه تاعو. مش محروق هنايا، راهو مش محروق، حمرته لدرجه انه خليت فيه الحبيبات هذوك مقرمشين. علاه؟ باه من بعد كي يذوب لي في نص هذيك التخت تاعي ولا الفطيره يمد لي واحد البنه واحد الريحه ولا اروع. دونك هنا واش قاعده ندير، درت نفس الطبقات اللي درتهم من تحت درتهم من الفوق. شوفوا هنايا كيفاه نلموا العجينه تاعنا، لازم تلموها بهذه الطريقه. شوفوا ديروها وكانها صره بوخس هنايا.
تلموها مليح كامل وديروها هكا ورا بعضها، ومن بعد تقفلوا مليح هذاك الوجه تاعها وتضغطوا عليه بيديكم. نرشوا عليها شويه تاع الفرينه ونجيبوا الحلال ونبداو نحلوا في الفطيره تاعنا. شوفوا الفطيره تاعكم هنايا ما ديروهاش اكسترا بلا وما ديروهاش خشينه خلاص، لانه ديجا هي راهي رقيقه في السمك تاعها. دونك هنايا لازمكم تراعيوا الحجم تاع المقلاة تاعكم. شوفوا ليه راني قستها وغاضتني، لانه هنايا ما لازمكمش تقيسوها ولا تنقبلكم هذيك الفطيره، انه من بعد راح طيب شغل تتقونفلا من الداخل، طيب بالهواء. دوك تشوفوها من بعد مع الاخر، لكن هذيك الثقب هذاك فسد شويه واحد الديكور عليا، مي معليش نورمال نتوما استدركوا الوضع. هنا جبت المقلاة تاعي سخنتها مليح مليح فوق النار، وحطيت لها هنايا ملعقه كبيره من الزبده، وبالبانسو راني رايحه نمسح الوجه تاعها كامل، ونروح نحط هذيك الفطيره تاعي. انا درت حساب للمقله باه جات معها سوا سوا. هنا شوفوا تحطوها طيب وتخليوها على نار جد هادئه حتى يطيب الوجه اللي من تحت، ومن بعد باه نروحو نقلبوه. انا واش راح ندير، نحطها طيب ونروح نشوف الكامونبير تاعي باني كيفاه جاني. بسم الله ما شاء الله، شوف جا يحكي وحده، الله يبارك. عن بالك تضغطوا عليه يسيح، ديجا هذه ساحت لي شويه كيعود سخون وتولوا راهو يحرق. نحطوه على جنب ونروحو نبداو نمونطيو في هذيك السلطه تاعنا. نجيب لاصيات تاعي هنايا، ومن بعد نجيب هادو لي رونديل تاع الطماطم تاعي، هنا نحطوهم على شكل ورده، ومن بعد نروحو نحطو فوقهم هذيك السلطه تاع الخيار تاعنا. الطماطم هنا ما تبلوها ما والو، علاه؟ لانه لاصوص هذيك من بعد تاع الخيار وتاع الكورنيشون هذيك كي تهبط عليها راح تمدلها هذيك الحموضه والبنه. دونك هنا واش رايحين نديرو، نرافقوها مع هذاك الكامونبير باني، هنايا نقدموها كمقبله تجي ما شاء الله. هنايا رقدتهم ومن بعد ما عجبونيش، قلت خليني نوقفهم باه يمدوا منظر هايل. دونك هذه سلطه خلصناها نحطوها دو كوتي ونروحوا نشوفوا الفطيره تاعنا. انا دهنتها هنايا بملعقه كبيره من الزبده الدائبه ولا الدايبه. هنايا واش رحت درت، نقلبها اوب ليه هنايا لازمكم تكونوا خفاف، تقلبوها بعد وتزيدوا تعاودوا ترجعوها على النار جد هادئه. وهنا شوفوا بعد ما طابت معنا، شوفوا علاه قلت لكم قبيل لازم ما تتثقبش معاكم. شوفوا كيفاه جات فيها سوفل للداخل، جات اون ديغي سوفلي. هنا راح نقلبها لكم وتشوفوها وتشوفوا الوجه الاخر فيه الثقب. شوفوا هنايا دوك يخرج هذاك البخار باه تعرفوا باللي هذاك الثقب هو اللي فقط يعني هبط لها هذاك الطلوع. ها هو هنايا قاعد يخرج والصوره استقطع بها. نروحوا نحطوا الفطيره تاعنا والسلطه مع الكامونبير على طاوله التقديم ونشوفوا الاطباق تاعنا جاو بسم الله ما شاء الله، تاكل العين قبل الفم. يعني احكموا حبابي نتوما في خانه التعليقات وصفه من اروع ما يكون. يعني منذ المسيره تاعي في قناتي هذه أجمل فطيرة درتها، صدقوني. يعني الإنسان يهدر الحق ولو على نفسه. بنينة 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 ما شاء الله، تسحر تسحر. يعني اللي دارها تسحره تالمون لي بنينه بزاف وسهله مكوناتها. يعني هنايا شوفوا تحشيوها كيما قلت لكم، حشيوها غير بالبطاطا والجبن. انا كوم توفروا عندي هادو الحوايج درتهم، نتوما واش توفر عندكم ديروه. قلت لكم لا باز تاعها واش هي ولي موديفيكاسيون كل واحد يدخل واش يحب على الطبخ تاعو. اذا هنا نروحوا نقسموا هذيك الفطيره تاعنا، وتمنيتكم انكم تسمعوا القرمشه تاعها. هنايا عاده نجيب لكم هذاك الطبق كي نعود نمونطي ونعطيكم تسمعوا هذيك القرمشه، لكن هنايا دوماج عذروني فقط والله طارت في السماء. يعني صدقوني طارت في السماء. المول اللي جات بنينه. انا هنا صورت وكليت بعد او ميم طون، جامي كنت ناكل وكي نعود نصور كنت كي نخلص خلاص تصوير نقعد وناكل الاز. هنايا ما قدرتش على بالكم تلموا الريحه، ما قدرتش نقاوم. خلاص شوفوا المنظر تاع هذه الفطيره يعني وحكموا عليها، جات هايله ما شاء الله. كل شيء ذوب فيها لداخل وسخون وبنين. هذاك الكامونبير مع هذاك الفرomاج فوندو مع هذيك البطاطا ومع هذاك لافيون داشي، الجبن تاع لي ساندويتش كلش زاد بنه على بعضاه. يعني كي دار هذاك المزيج تاع لي فرomاج. شوفوا هنا في الاصل تاعها هذه الفطيره الكوريين يديروها بجبن الموتزاريلا، انا ما كانش عندي، خرجت نشريه لقيته مش متوفر. دونك قلت خلي نعوضه بنوع اخر من لي فرomاج. هنا يديروها بالموتزاريلا بالشيدار، ديروها باي بالجوده، اي نوع من الاجبان عندكم. وهنايا فتحتها معكم وشوفوا كيفاه جات، راهي سخونه تغلي ما شاء الله. وذوقتها شهيتكم في الجنه فقط. هنايا الناس اللي يسخفوا سامحوني فقط واعذروني، لكن هذه هي القناه تاعي، لازمني نعت لكم القوام تاع كل حاجه درتها ونعت لكم الحبه وقلب الحبه ونتذوق معكم باه نوصل لكم الميساج عن صدق تام. وهنا تذوقتها وما تمالكتش نفسي، ورحت كوبيت الفيديو وكملت كليتها
اتروبوزي، ومن بعد جيت كملت لكم هذيك لاسيات تاع السلطه والكامونبير باني. وانا تمنيت انه يعني الكاميرا كون جات تخرج يعني الماكله، والله نذوقكم واحد بواحد ووحده بوحده. اعذروني فقط حبابي، شهيتكم في الجنه، لكن هذه الوصفه نبصم لكم عليها بالعشره، ديروها وعينيكم مغمضين. اذا نروحوا نشوفوا لاسيات تاعنا هذيك تاع السلطه، هي تاني تفاجئ على القلب، على بالك تاكلوها تمسح لكم كامل هذيك تخمه ولا مليحه. ايضا في العيد الكبير، كما تعرفوا العيد الكبير فيه محسوب غير لي بلا تاع اللحم، دونك ديروا حاجه كيما هذه، سورتو تاع الخيار. الخيار يفاجئ على القلب، وهنا تذوقتها ديجا، راني كليت منها، ولكن زدت تذوقتها هنايا معكم باه نعطيكم القوام تاعها مع هذاك الكورنيشون. انا من عشاق الكورنيشون، كاين اللي كي حالتي وكاين اللي ما يحبوش، لكن هنايا حبيت فقط نعطيكم بعض الافكار، وقلت ندير دو زونا. هنايا ندير لكم اطباق خاصين طلاب شهاده البكالوريا، ربي ينجحهم ان شاء الله ويسعدهم، وندير لكم ايضا اطباق شويه مع السلطات ولي صوص تحتاجوهم في العيد الكبير. وهذا الكامونبير باني. هنايا انا في بالي اني قاعده نصور وانني لازيه ناكل وندير وناكل ونصور، من بعد جيت نطل نلقى هذاك المقطع كامل راح لي تاع لي دو كامونبير ولا اللي كليتهم. واش درت هنايا؟ نعته لكم فقط، وتالمو هنا اللي تخمت شوفوا قد ما هنتجت شويه برك، زعما باه نعت لكم باللي يعني ذقت منه وجا بنين ما شاء الله. لكن يعني والله صدقوني الناس اللي مالفين يديروا الكامونبير باني راهو بنين ما شاء الله. شوفوا هنايا معايا الكامونبير باني، نورمالمون كي نحلوه راهو يسيح. كوم انايا قليته وقعدت باه نصور وزدت باقي شغل ندير في الديكور ونعدل في لاطابل، دونك برد لي شويه فقط، لكن بقى شوفوا القوام تاعو. لكن كنت هزوه ديريكتومون من هذيك الكاسرول ولا من المقلاة راهو يسيح معاكم، يعني يجي اون ديري نيستلي. دونك هنايا حبابي نكون وصلت معاكم لنهايه فيديو اليوم ووصفه اليوم، ونتمنى ان شاء الله، انا ما نقولكمش نتمنى تكون تعجبكم، حتعجبكم مليار بالمية. نتمنى تجربوها برك من قلبي، لانه اجمل فطيره مرت عليا في مسيرتي في قناتي، باه تجربوها وتحسوا واش حسيت انايا كي تقتها، تحسوا وتوصلوا لهذاك الاحساس تاع البنه. شهيتكم في الجنه حبابي، وما تنساوش اللي مازال ما دعمنيش ومازال ما اشتركش في قناتي يروح يعرض الساعه حبابو، وتجيو تدخلوا لقناتي ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد في قناتي حصري اول باول. وكما دايما نقولكم وما ننساش، غاستي برونشي لا كويزين دو لولا حينو، مازال معاها الجديد والمفيد. ابونيو وما تراطيوش، لاني راح نمدلكم غير الحوايج الملاح، وما راني راح نبخل عليكم باي حاجه ان شاء الله اللي نعرفها راح نمدها لكم من قلبي. ونتمنى ان شاء الله كنت خفيفه الظل عليكم. نتوما اصحاب البكالوريا كيما دايما نقولكم كوراج، ربي معاكم. والوليدات الصغار نقولكم ايضا نتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق وسداد الخطى يا رب. دمتم ودام نجاحكم الى الابد. نتمنى ان شاء الله نتلاقى معكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. هنا حبابي حنخليكم مع هاد الصور الجميلة باه ندير لكم شوية سسبانس، وديروا لي هاد الفطيرة وتبعتوها لي كالعادة والعوايد في الخاص. وكما دايما نقول لكم وما ننساش، تشكرون وفي الجنة تحشرون. نشكر كل واحد ولا كل وحدة دعمتني ولو بتعليق ولو بجام. بين قوسين انا ما على باليش شكون اللي قاعد يدير لي في الجام، لانه في القناه ما يدخلونيش في لي بارامتر شكون اللي يدير الجام، يعني يبقاو غامضين بالنسبه لهذا الامر باه تكونوا على بالكم. دونك انايا هنايا نجمعكم كامل، كواك سوسوا اللي دار لي جام ولا اللي تفرج ونسى ما دار ليش جام، نقول له راك معذور وتشكرون على وفائكم وعلى اخلاصكم ودعمكم الدائم. ندير لكم هذه الوصفه من قلبي ونقول لكم دمتم سلاطين قلبي ورفقاء دربي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.